الحياة بتجري بينا بسرعة وكل حاجة بتتغير. جربنا كل حاجة عشان نصلح أوضاعنا وناسيين أهم حاجة، وهو إننا نسلم أمورنا للي بإيده كل شيء. تسليم حقيقي يطمن قلبك إن رزقك عمره ما هيتقطع. تسليم حقيقي يخليك تنام مرتاح ويدفع عنك كل قلق من بكرة. صدقني أكبر من مشكلة الغلا والضغوط اللي إحنا عايشينها مشكلة نسياننا أحياناً قدرة اللي خلق الكون على إنه يغير أحواله، وإن اللي بيحصل ده بيحصل بإرادة ربنا وعلمه إنك ما قصرتش. فطمن نفسك، لو سلمت أمرك لله هتستمتع بحياتك صدقني، وهتشوف إن الدنيا كلها هي من تقديره قبل ما تكون سنن. لو سلمت أمرك لله هيستوي عندك إن ربنا اداك أو منعك، هيستوي عندك إنه عافاك أو ابتلاك، هيستوي عندك إنك مريض أو صحيح. وده مقام من مقامات الإيمان، إنه يتساوى في قلبك الخير والشر، وده مش مبني إلا على حاجة واحدة، وهو إنك تفوض أمرك كله لله وتشعر إن ربنا ما بيقدرش ليك أبداً شر محض. وهنا بس بتتحول كل أفعالك لشكر وكل كلماتك لذكر، وقلبك بيكون حاضر في كل لحظة وشاهد وفاكر نعمة ربنا عليك مهما كانت الظروف. التسليم لله سره عجيب وقادر يغير أحوالك من بين ملايين الناس. ومن جمال الرضا والتسليم إن الأمر معاك بيتحول وينقلب من كونه مجرد علاج لمشكلة لعافية كاملة، لعافية كاملة وانشراح صدر وتفاؤل وطيب حقيقي بيلمسه الإنسان وبيظهر عليه في الظاهر والباطن. كل ده توصله بشوية تعب وتركيز في الأول وتوكل على الله وبس، وما تسألش بعدها عن الفتوح والخير اللي هيجيلك. فمهما اشتدت عليك الظروف فاوعى تنسى قدرته، وسلم واستمتع.